مشكلة ربنا الناس. بيرزق الناس اللي مش كويسه ممكن اخد السؤال ده ويبان السؤال. لنا انهم عايشين احسن حياه. معلش انا اسف. ايه اللي خلى واحد يسأل السؤال ده؟ ان هو شايف انه اللي حاصل على الدنيا هو ده اللي ده عايش. ده كده ربنا بيحبه، وده كده عايش صح، وده كده خد كل حاجة. في حين النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين الا لمن يحب. والكلام اللي طبعا اللي في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. فإذا برضه هتبقى النظرة الغلط إيه هي الدنيا وتعلقي بيها يخليني أقول هو إزاي ده حاصل، في حين ان لو انا فاهم الدنيا دي حاجه فانيه لا تسوى عند الله كذا، واللي ياخدها ويخش بيها النار فده خسر الدنيا والاخره وكذا. بالنسبه لي بالعكس، ده انا اشوف بص الضلال اللي هو فيه وبص الهلاك اللي هو رايح له، والحمد لله ربنا يعافيني ان انا ما بقاش بلهث ورا السراب وفي الاخر اروح عند ربنا غضبان عليه. فالامر يستوي يعني. فده اللي قيصر وقيصر انت كنت بتقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره. يعني مش هياخدوا حاجه في الاخره، مش هياخدوا حاجه في الاخر، هم بيضيعوا بسبب اللي بيحصل فيهم.